عمرك حسيت إنك عشت نفس اللحظة دي قبل كده؟ أو إنك كنت هتاخد قرار وتحس إنك خدت نفس القرار ده قبل كده؟ ممكن دي ما تكونش صدفة خالص. في نظرية غريبة كده بيقولوا عليها الأكوان المتوازية. يعني إيه؟ يعني في نسخ تانية مننا في عوالم تانية، وكل نسخة عايشة حياتها بطريقة مختلفة. يعني مثلا لو في يوم قررت ما تروحش الشغل، في كون تاني النسخة التانية منك راحت. ولو رفضت علاقة أو فرصة في حياتك، في نسخة منك خدتها ومشيت بيها. كل اختيار بنعمله بيخلق احتمال جديد وكون تاني، كون انت فيه، لكن مش بنفس الشكل ولا بنفس النهاية. في تجارب علمية كتير خلت العلماء يشكوا إن الواقع مش بسيط زي ما كنا فاكرين، زي تجربة الشق المزدوج اللي بتقول إن الجسيمات ممكن تبقى في كذا حالة في نفس الوقت، وده بيخلي فكرة الأكوان المتوازية تبان مش مستحيلة. ناس ربطت الفكرة بالأحلام وقالوا لما نحلم حاجات غريبة ممكن نكون بنزور نسخ تانية من نفسنا. وفي اللي قال إن الديجافو هو تداخل بين كونين، شفنا في نفسنا عايشين حاجة إحنا أصلا مش فاكرينها. بس السؤال اللي بيقعد يلعب في دماغنا، لو قابلت نسخة منك في كون تاني، هتبقى صاحبك ولا عدوك؟ لو الحلقة دي شدت انتباهك، دوس لايك واشترك في القناة وسيب لي رأيك. تحب الحلقة الجاية عن ايه؟ استناني في أسرار تانية فاعرف أكتر.